ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عندك بقى ربع مفروم وبطاطسايه وبصلايه دولت يعني كنز، هنعمل بيهم اكله اقتصاديه روعه في الجمال. يعني ما تقوليش بقى ربع كيلو مفروم ده مش هيعمل غدوه او مش هعرف اعمل بيه ايه، لا هنعمل بيه اكله ملوكي. هنجيب هنا بطاطسايه بالحجم اللي انت شفتيه ده كده، البطاطسايه نيه مش مسلوقه، غسلتها كويس قوي وهقطعها كده شرايح رفيعه عشان اعرف افرمها في الكبه. وبصلايه برضو متوسطة هقطعها مع البطاطساية مع بعض، هنفرمهم مع بعض في الكبة، عايزاهم يتفرموا مع بعض كويس اوي. طحني كده شوية وشيل الكبة وقلبي كده بالمعلقة او بالسباتيولا، اخلطيهم عشان عايزاهم كلهم يتطحنوا كويس اوي. هنعمل أكلة جميلة هتكفي أسرة 4 أو 5 أفراد بجد، يعني هتنبهري من النتيجة. هطحنهم كمان شوية، أنا عايزة أنعمهم كويس أوي. تمام كده اتطحنوا معايا وزي الفل، يعني مش هيطحنوا ان هم يبقوا عجينة يعني، بس هيبقوا ناعمين. بعد كده هجيب مصفى تحتيها كده بولة، وهنزلهم في المصفى دي عشان عايزة اصفيهم من المية بتاعتهم، لان البصل اليومين دول بيبقى فيه مية كتيرة قوي، والمية كمان النشا اللي هو بتاع البطاطس. بالمعلقة كده وفي المصفى هنزل منهم المية الزيادة، احنا مش عايزينها في الوصفة بتاعتنا. تمام كده، هشيل بقى المية وهجيب الطبق هحط فيه اللحمة المفرومة ربع كيلو، ده للأمانة يعني 300 جرام، يعني زيادة عن الربع كيلو 50 جرام، ربع كيلو 250، ده 300 جرام 50 جرام مش حاجة يعني. هحط عليهم البصلاية والبطاطساية اللي أنا فرمتهم وصفتهم، هتبقى رشة حلوة من الفلفل الأسود، معلقتين صغيرين من الملح، معلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة من بهارات اللحم. بس كده، مش عايزة اضيف اي مكونات تانية عشان ما نغيرش طعم اللحمة. كده تمام، هقلبهم بس كده هوت بالمعلقة، عايزة اخلطهم كده كويس، مش هشتغل كمان بايدي خالص. بالمعلقة هقلبهم كده، وبعدين هروح جايبة الكبة مكان ما فرمت فيها زي ما هي، وهروح منزلة الخليط تاني كله على بعضه مرة واحدة، واديهم فرمة كمان تاني حلوة كده في الكبة. عايزة اللحمة مع يعني تندمج كده مع البصل والبطاطس والتوابل اللي احنا حاطينها، ويتنعموا كمان مع بعض كده تاني، فرمة كده حلوة كلهم يتجانسوا كده مع بعض. بس كده تمام اهو، تمام كده زي الفل معايا. هشيلهم بقى اطلعهم هنا في الطبق، بقت كده عجينة معايا. هنضيف بقى هنا معلقة كده كبيرة بس مش مليانة قوي من النشا، بتدي نعومة كده للوصفة بتاعتنا، ولو في اي سوائل بتمتصها. هنضيف بيضاية صغيرة كده، بيضاية بلدي. هنا على البيضاية هحط بس رشة بسيطة من الفلفل الاسود، وهخلطهم بقى هنا كده بالمعلقة. انا مش محتاجة ان انا اعجن بايديا لان هما كمان طبيعي يعني عجنتهم في الكبة، فهنا بس هخلط البيضاية ورشة النشا. فبالمعلقة كده هقلبهم تاني في قلب بعض. انا نسيت كنت حطيت معاهم البيضاية في الكبة، كانت اتفرمت بالمرة يعني، بس مش مشكلة. هنا خلاص كده الخليط معجون معايا، هقلبه بس تقليبة بسيطة. في اضافة كمان هنحطها كده برضو في الاخر، وهي قطعة من الدهن كده، لان حسيت اللحمة مفيهاش دهون كتير. بشرة كده بالمبشرة على الناحية الناعمة، رش يعني حوالي معلقة كده صغيرة من الدهن، بتدي تست حلو قوي للوصفة بتاعتنا، وبتخليها كده تكون جوسي وطرية كده. وخلاص كده مش هنضيف بقى اي مكونات تاني للوصفة بتاعتنا. خدوا بالكم من الكمية دي، ايه دي؟ كمية ربع كيلو لحمة دي، حد يصدق ان الكمية دي ربع كيلو؟ ده يعني بصوا اكنها نص كيلو، اكنك انتي عاملة نص كيلو لحمة مفرومة. هدخلها بس التلاجة كده هوت 5 دقايق تتشمع كده شوية، ونيجي نشوف هنشكلها ونسويها ازاي. هنسويها بطريقتين تسوية. اول حاجة معايا هنا صينية مسحتها مسحة بسيطة من الزيت او السمنة، وهجيب طبق كده هوت فيه معلقتين زيت، وهمسح ايديا بيهم، وهبدأ اشكل بقى كرات اللحمة بتاعتنا. ممكن تشكليها راس، ممكن تعمليها كور، ممكن تعمليها صوابع، ممكن تعمليها بالشكل اللي انا هعمله. هنغير بقى في الشكل، نعمله كده ايه، بيضاوي كده. بس عايزه اقولك بقى ايه، افرديها بططيها يعني، عشان هي إيه لما بتيجي تستوي بتلم كده شويه، الحجم بيلم شويه وبتنفش لفوق عشان احنا حاطين فيها بيض. فبططيها ما تقلقيش، بططيها عشان خاطر لما تلم شويه ما تكشش كتير معاكي،
وكده كده هي هتنفش معانا كده لفوق، يعني حجمها يتضاعف كده لفوق وتنفش كده. فهنا بالشكل البيضاوي ده كده زي ما شفتوا انا عملتها كده ازاي، ساوي كده، وبالسكينة بنديها الشكل كده، يعني ايه التضليعة دي كده كأنها كمان يعني ايه تبقى معمولة على جريل. رص في الصينية جنب بعض، لزقيهم يعني كده في بعض، لان هي اول ما بتشم النار يعني بتبدأ القطعة تلم كده شوية وتكش شوية. تمام. ده زي ما قلت لكم، ممكن تعمليها كور، ممكن تعمليها قراص، صوابع، اي حاجة تيجي في دماغك كده شكلي. انا معانا عجينة اللحمة مظبوطة وطعمها حلو والكمية معانا كبيرة وزي الفل. هنا عملت الصينية، عملت منهم 16 قطعة زي ما انتوا الحجم اللي انتوا شايفينه ده، 16 قطعة في الصينيتين. طيب طريقة التسوية هنسوي بطريقتين، هنسوي صينية على البوتاجاز من فوق وصينية هندخلها الفرن، واللي يعجبك اعملي. انا حطيت هنا صينية كده على البوتاجاز وبس بنهدي عليها النار عشان تستوي معانا كويس. انا هنا مهدية النار، من وقت للتاني بلف كده الصينية، كمان هغطيها كده بغطا عشان ايه تعرق كده وتستوي معانا كويس. مش هقلبها ولا حركها غير لما تتشمع وتاخد لون من تحت. والصينية التانية حطيتها في الفرن على الصاجة من تحت، وهديت النار ومولعة الشواية وكمان موطياها على ما تستوي كده هتكون اخدت معانا لون من فوق. هنا انا مهدية النار عشان خاطر عايزاها تستوي كده بالراحة على نار هادية، تاخد لون كده، واقلبها على الناحية دي واقلبها على الناحية دي كل شوية لغاية ما الاقيها كده ايه استوت معايا. طيب يعني تقدري تقولي بقى ديت كفتة بس بشكل جديد، تقولي لحمة ستيك، تقولي برجر، تقولي عليها اي حاجة، المهم ان هي في الاول وفي الاخر قطعة لحمة، كأنك ماسكة قطعة لحمة كده بتاكليها. طعمها حلو قوي، سميكة كده زي ما هنشوف دلوقتي بعد ما تستوي هيكون شكلها عامل ازاي، قطعة كده سميكة كأنك بتاكلي. بصي يعني قطعة لحمة كده، شايفين بقى من ربع كيلو عملنا سيرفيس كبير ازاي، 16 قطعة من اللحمة اللي انتوا شايفينها دي. اول جزء ده اللي هو مستوي على البوتاجاز من فوق، والجزء ده اللي هو مستوي في الفرن. انا بالنسبة لي عجبني كمان اللي مستوي على النار كده من فوق، كان تسويته حاسة ان هو احلى من الفرن، بس برضو براحتكم، دي شغال ودي شغال. شايفين قطعة اللحمة تخن ايه يا جماعة، يعني بجد كأنك ماسكة قطعة لحمة بتاكليها. لما نعمل جنبها بقى طبق سلطة خضرا ده اساسي، شوية مكرونة بالصلصة او شوية رز اصفر براحتك خالص. لما كده كل واحد كده لو اسرة 4 افراد، طبق مكرونة ب4 قطع من اللحمة دولت، بجد مفيش اجمل من كده، يعني طبق كده مشبع مع طبق السلطة وغدوة عسل كده واقتصادية. واظن مفيش يعني اكل اقتصادي احلى واجمل من كده، يكون طعمه حلو، شكله حلو في التقديم، ويشبع كمان، هيشبع كده ولادنا ياكلوا ويشبعوا، وكمان حاجة حلوة وطعمها حلو. ما تنسوش بقى اللايك لو وصلتوا معايا لغاية هنا. عايزة محتاجة بقى تشجيع كده منكم عشان يعني نجيب كده وصفات اقتصادية من دي كتير. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.